ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد. بصوا يا جدعان، فكره الفيديو والعنوان اللي انت دخلت عليه علشان تتفرج عليه، كل اللي انت شفته دلوقتي في الصوره المصغره والعنوان هيحصل في قلب الفيديو ده. فعلشان كده انا عايز كل اللي بيتفرج محدش يقدم ولا لحظه، ويفضل مركز في كل دقيقه وفي كل لحظه في قلب الفيديو، لان الفيديو بتاع النهارده هيبقى مهم جدا، ويا رب يتم زي ما احنا مخططين. علشان لو تم زي ما احنا مخططين يبقى احنا لاول مره وانتوا معانا كمان لاول مره هنشوف وش المدرس القاتل من غير قناع عليه. طبعا في ناس كتير قوي منكم طلبت مننا ده، وفي نفس الوقت ما كناش حابين ان احنا نعمل ده، لان احنا حاولنا كذا مره قبل كده وحرفيا كان المدرس بيمنع تماما ان هو يعمل كده. وعبد الرحمن هو الوحيد اللي شاف وش المدرس، بس لما شاف وش المدرس ما شافوش بوضوح، ولما المدرس حس بوجود عبد الرحمن بدا ان هو يلبس القناع بتاعه على طول، لان هو رافض تماما ان اي حد يشيل القناع من عليه او اي حد يشوف وشه الحقيقي. فعلشان كده انا مش عايز اي حد يقرب في الفيديو بتاع النهارده ويعمل لايك للفيديو، لان اللايك بتاعك ده بيساعد ان الفيديو ينتشر، عشان عايزين الفيديو ده يوصل اقل حاجه ل 20,000 لايك. واشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انت عايز تتابع وتشوف كل الاحداث الجديده. المفروض ان انا موجود معايا في الفيديو اخويا الفنان عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا الفنان محمد يحيى. يا عم يحيى لسه ما نامش، صحى بدري وكله السبب الواد دوت انا صاحي بدري، وبعد ما صحى بدري الواد عامل ازاي. ومعانا اخونا الفنان محمد سامر الساعه 10 بالليل. الخير. ومعانا اخونا الفنان عمر الساعه 7 الصبح بالصبح، الساعه 5 الفجر. بصوا يا جدعان، الفكره بتاعت النهارده هنبدا ان احنا نسيستمها، بس قبل ما نسيستمها المفروض ان احنا عايزين نعرفكم حاجه كانت المفروض ان هي بردك مخبيين عليكم الفتره الاخيره، عشان خاطر ما حدش فيكم يا جدعان بردك يقول لنا حصل ايه او ايه اللي دار في الموضوع ده. اول حاجه مرات المدرس، لو انتوا تفتكروها اللي كنا لقيناها زمان وخدناها وديناها المستشفى، مرات المدرس ديت المفروض انها توفت. ما كناش حابين ان احنا نتكلم في اي حاجه عن الموضوع ده، لان المدرس طبعا زي ما انتم عارفين هو كان بيحبها جدا، وكنا كل ما بنفتح سيره الموضوع بيبدا ان هو يزعل. فاحنا حاولنا ان احنا نتلاشى الموضوع تماما ونحاول ان احنا نخرجه من المود بتاعه، بس الكلام ده بقاله حرفيا ازيد من 3 شهور. يعني المدرس يا جدعان مراته متوفيه من بعد دخولها المستشفى حوالي ب 15 يوم او ب 20 يوم كان مراته اتوفت. فبدانا ان احنا ايه ما نتكلمش في الموضوع ولا نجيب سيره الحوار بحيث ان هو ما يزعلش. تاني حاجه المشكله اللي كنا بنمر بيها الفتره الاخيره، الحمد لله وبفضل ربنا ثم انتوا قدرنا ان احنا نخلص منها، والحمد لله قدرنا ان احنا نخلي المدرس بردك ما يزعلش مننا، علشان يبدا ان احنا ايه نرجع تاني ايد واحده، وفي نفس الوقت نعمل حاجات تبسطكم زي ما انتم طالبين. المفروض بقى ان احنا النهارده قررنا ان احنا هنجوز المدرس، والحمد لله قدرنا ان احنا نلاقي واحده وافقت على المدرس الجربان العبيط المجنون ده انها تتجوزه. مش عايز اقول لكم يا جدعان ان الواحده ديت فيها مواصفات مش في اي بنت في العالم كله، ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في مصر ولا في ايجيبت ولا في عزبة الحكيم كده يحسبونا بنتريق وبنضحك يا جدعان. دي واحده بجد، دي واحده بجد، والمفروض دي ملك الجمال عند عبد الرحمن في البيت. هي هناك دلوقتي، وهنبدا ان احنا دلوقتي نروح ونعرفكم عليها. بس قبل ما نعمل اي حاجه ان شاء الله هنشوفه كلنا مع بعضنا في الفيديو بتاع النهارده. فكل اللي عليك انك انت ما تقدمش واستنى واستمتع. وهروح دلوقتي عشان برضك نوريكم اللي المفروض هتبقى مرات المدرس، وهنبدا ان احنا برضك نعرفها ونفهمها الدنيا، لان هي اصلا عندها عقبه ان هي خرصه ما بتتكلمش. تمام، فهنبدا ان احنا نروح دلوقتي نفهمها الدنيا، ونحاول ان احنا نخليها تبقى متاكده انها تطلب ان هو يشيل القناع من عليه بحيث انها تشوف ايه وشه الحقيقي. فيلا بينا نروح عند عبد الرحمن، واول ما نروح هناك هنبدا ان احنا نصورها على طول. طيب يا جماعه، دلوقتي المفروض ان احنا دخلنا البيت ومعايا عبد الرحمن، وهي اول ما عرفت ان احنا هنصور اتحرجت طبعا، واحنا حبينا ان احنا نقول لها يعني شوف انت عايزه ايه، بس اهم حاجه لازم تبقي موجوده معانا قدام الكاميرا بحيث ان احنا نعرفك على الناس، والناس تبدا انها تعرفك، لان انت في يوم من الايام خلاص ما عادش هيبقى في ما بيننا وما بين بعض كسوف. انت هتبقى مرات واحد مننا، هنبقى حموات. نبقى حموات، ده هتبقى حما شريره، خد بالك فاهمني؟ حموات بس كده، ده هتشبش وترزق. احنا سميناها برضك ام ابراهيم على اسم ايه مراته القديمه، بحيث ان احنا ايه نخليها يعني ايه نفكره بيها ويبدا ان هو ايه يوافق بيها. تعالى ام ابراهيم بقى خلاص، يعني يعتبر كده كفايه. اجمع عيني هنجمع عيني علشان ام ابراهيم. خش يا ام ابراهيم. ايوه ام ابراهيم يا حبيبي. كولا. ايوه الاستا كوستا الكفارس والبنجلوتا ما تجيش يا كوتا. هتعقب ولا ايه يا ام ابراهيم؟ ايه ده ام ابراهيم؟ احنا المفروض ان احنا قلنا لك حاول على قد ما تقدر احنا بنتعود. انا خايف لسه من يا اسطى لا وشك باين، يا اسطى وشك باين. خلاص يبقى احنا نطفي النور، هنحاول نطفي النور على قد ما نقدر عشان وش احمد مصبح ما يبانش قدام ايه المدرس. تمام، وبظروف شدني بس كده مفيش اي حاجه تنفخ. ايوه لو تعرف تعملها كده ماما كده يبقى تمام. ايوه كده حلو. عادي. ماشي كده حلو.
احنا مصبح اهم حاجه واللي احنا عايزين نوصل له ان احنا نشوف وش المدرس الحقيقي. يعني انت هيبقى عليكي هم كبير قوي يا عليك إبراهيم. مين يا اسطى؟ انا دلوقتي قدام الناس واحد مش واحد. والله عينك هيبقى انت عليك انك انت تحاول تجيب لنا وش المدرس. هنبدا دلوقتي ان احنا نكلم المدرس ونبدا ان احنا نفهمه ان احنا لقينا لك واحده ونجيبه ونخش على هنا. احمد مصبح، احمد انت اخرس عشان ما تتكلمش. اخرس زي ايه كده بس خلي صوتك واحده ماشي. هنبدا دلوقتي ان احنا نروح نجيب المدرس ونفهمه ان احنا لقينا لك واحده ونبدا المقلب بتاعنا وان شاء الله هنشوف وش المدرس في الفيديو ده. طب يا جدعان احنا الحمد لله المفروض ان احنا جبنا المدرس. اهم حاجه بس اللي احنا عايزين نقول لك عليه ان هو خلاص زي ما احنا متفقنا صافيه لبن حليب قشطه، محدش هيزعل من التاني ومحدش هيعمل مقلب في التاني خلاص، لان هو زعل من المقالب بتاعتنا الفتره اللي فاتت ولما حب ان هو يعمل مقلب كان دخلنا في مشكله. فاحنا خلاص يا جدعان المدرس ما عدناش هنعمل فيه مقالب تاني ولا هو هيحب ان هو يعمل معانا مقالب تاني. تمام خلاص يا باشا صافيه لبن حليب قشطه مش زعلان من اي حاجه. خلاص زي ما احنا متفقنا والنهارده هيبقى بدايه اول يوم جديد من غير زعل ومن غير اي حاجه. واحنا المفروض ان احنا والرجاله كلنا عاملين ليك مفاجاه وبنتمنى ان المفاجاه دي تعجبك. تمام بحيث ان احنا برضك ايه نزود الصلح اكتر وما يبقاش في حساسيه من ناحيته ان هو زعلان مننا او اي حاجه خالص. تمام احنا المفروض ان احنا طبعا زي ما احنا عارفين يعني ام ابراهيم الله يرحمها. تمام مفيش حد يعوضها. احنا بس عشان بس نفهمك حاجه هو مفيش حد هيعوضها، مفيش حد هيعوض ام ابراهيم طبعا. الزوجه الاولى بتاعته ربنا يرحمها ان شاء الله ويجعلها من اهل الجنه. المفروض ان احنا دلوقتي حبينا ان احنا نعمل لك حاجه بسيطه احنا والرجاله، واحنا المفروض ان في واحده وافقت الحمد لله انها تتجوزك وهي موجوده دلوقتي عند عبد الرحمن. فاحنا جبناك النهارده بحيث انك انت تتعرف عليها ولو في اي خير او في اي حاجه يقدمه ربنا وان شاء الله ايه تبدا انك انت ايه ده بجد مش بنهزر على فكره والمصعب بجد ولا بتهزر؟ احنا قلنا بقى خلاص بقى صفي لبن حليب قشطه بقى. يعني احنا مش عايزينك تزعل مننا تاني نهرج عليك ليه ولا نزرط عليك ليه؟ مفيش طبعا الكلام دوت. اهم حاجه احنا بس جبناها بس عشان خاطر نثبت لك ان احنا مش زعلانين منك من اللي حصل معانا وان اللي حصل دي كان غصب عنك مش برضاك، واحنا عارفين ان هو كان غصب عنك مش برضاك. بس اهم حاجه يا ابن الناس ما تتصرفش من دماغك تاني عشان خاطر ما حدش فينا هيتاذي. انت شفت بنفسك اهو كنا هنتاذي. دلوقتي يا جدعان فيها حاجتين يا جدعان لازم برضك هو يعرفهم علشان خاطر برضك ما ينفعش ايه ان هو يخش دنيا مع واحده جديده ويبقى مش فاهم ايه برضك اللي فيه. حلوه موت حلوه صاروخ واحده فلاك موت. ما انا مرات صاحبنا بقول لك يا مدرس استنى بس يا جدعان مرات صاحبنا يا جدعان جدعان يا جدعان مش عايزين نهزر بقى يا جدعان. ما شوف عجبتني هديك دي الجزمه. لو ما تفكرش في اي حاجه حقه لانها هتبقى مراته. بص احنا عايزين نفهم لك حاجتين دلوقتي. يعني هي ليها شرط وفيها عقبه. تحب تعرف العقبه ولا الشرط؟ الاثنين. بص العقبه نبدا بالعقبه هي ما بتتكلمش خالص يا عم مش مشكله مش بتطبخ بتاكل تشرب وبناكل وصمت لغه العظماء. وهتغسل وهدومتي اللي بقالها سنه عليا دي. والشرط اللي هي طالباه ان هي تشوف وشك الحقيقي. ها تشوف وشك ايه اللي هتشوف مش احنا؟ هي تشوف حقها طبعا. هي حقها. في حاجه كمان احنا جبنا لكم حته شده كده. استنى بس افهمك. افرض هي عايزه تشوفه دلوقتي. ما مش هتوافق عليك غير لما تشوف. انا قلت لك تشوف الاول ويشوفها هناك هي هتقنعه. مش عارف على التعرف. طب ماشي خلاص فاهمني. ماشي. والوقت احنا شفنا لك حته شقه كده على جدكم انتوا الاثنين. هي شقه صغيره دي لسه مفاجاه انا بقى مفاجاه لسه يعني ايه مفاجاه؟ مش عايزين نحرجها لك هنفاجئك بقى بس بعد يا عريس يا عريس يا عريس والليله هتهيص يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس والليله هتهيص يا عريس يا عريس يا عريس الليله هتهيص يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس يا قصير يا طول يا محير يا عريس يا عريس والليله هتهيص يا عريس يا عريس يا بيج جبار يا بيج جبار طب يا جدعان هنبدا دلوقتي ان احنا ناخده وندخله جوه. طب يا جدعان هنبدا ان احنا ندخل دلوقتي ونحاول ان احنا ندخل عليه ونحاول ان احنا نسيبهم يتعرفوا على بعض وان شاء الله يخلفوا لنا شويه معيز صغيرين نبدا ان احنا ايه يلعبوا ويتنططوا. واستنى كده هنبدا ان احنا ندخل دلوقتي واول ما ندخل هنبدا ان احنا نصور لكم تاني. والله عايزين اشوف على نفسي. استنى لسه العروسه مش جاهزه. استنوا يا جدعان. ظهروا دول وشه اهم حاجه وشه. اعمل ايه طيب؟ اعمل قد ما اظبطي نفسك كده خليكي قاعده كده مالوا انتوا كنتوا بتتكلموا بعض ولا ايه؟ مين؟ العروسه جاهزه العريس جاهز؟ بس هي مكسوفه لان هي ما كانش في كلام ما بينهم وما بين بعض قبل كده. افتح خش عليك يا وحش. بسم الله الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اللهم صل على النبي. هي مش انا. ما شاء الله الله بارك. سدوا الباب يا جدعان. سدوا الباب. هو ده عندي.
هي حلوه. سكي بقى يلا. ايه سكي يلا. انا هقعد جنبها. والله العظيم 100 100. 10 على 10 يخرب. اهو اسمه ابراهيم اهي. مين اللي نجاها؟ هو لا مش احنا اللي نقيناه مين اللي جابها؟ يا عم سيبك من مين جابها ومين مش جاب يا عم ده حته واخده 200 جنيه. ده عاد فرنساوي يعني. يا عم 500 فرنساوي. هي متابعات على الفيديوهات اللي احنا بننزلها، هي تواصلت معانا. على صوتك يا حاجه خالص ما بتسمعش. هي تواصلت معانا وهي حبتها والله؟ رد فعلك وتصرفاتك. ده ما تشوفها يا انا يا الله. العب يا الله. هي بص هي ما بتسمعش وما بتتكلمش يا خرصه. صم بكمن. يا عم ما احنا بنعلي صوتنا هم احنا عارفين مش اهم حاجه هتعمل لنا لقمه حلوه والدنيا حلوه. قومي اقفي اقفي ايوه تمام. طب استنى بقى نخف الجو شويه نخف الجو على نفسنا. ماشي يا جدعان اتفضلوا انتوا يا جدعان اتفضلوا انتوا. انا كده بيبقى عليك. ماشي عشان اخرج عندي طمع. ممكن اسلم موجود قبل ما اخرج؟ يلا يا ابني يلا بره. طب هو بس يلا يا رجاله يلا بس خليه. بصوا يا جدعان احنا عايزين بس نخف العدد شويه بحيث ان هم يقعدوا مع بعض ياخدوا على بعض، وان شاء الله احنا ان شاء الله متفائلين ان المدرس باذن الله هيخليها مبسوطه ويخليها فرحانه ويخليها سعيده ويحقق لها كل اللي هي نفسها فيه باذن الله باذن الله. اهم حاجه في الكلام كل اهم حاجه رضا الزوج مهما يحصل يا بنتي. تمام يعني هو دلوقتي بنحاول ان احنا بس نخليكم تعرفوا بعض اكتر وان شاء الله خير واحنا متفائلين. ايه دي؟ هو كل همه الطبخ، عاوز ياكل. انت بتعرفي تطبخي؟ حلو نفسك في ايه تاني؟ يا عم انا اكلمها انا بقى بلقط انا شر مالكش دعوه ولا بفهم انا موجود معاكم انتوا الاثنين. لا انا ايه ده كل ده موجود. يلا يا جدعان بقى يا جدعان اطلع بره. مش عارف اخد حريتي انا في الكلام. اطلع بره يلا. اطلع بره يا اخي اطلع بره بقى. طب والله طب ماشي طب انت قاعد مش كنت اسلم صح مش كنت اسلم خد الشبشب خد الشبشب. ما انت الواد ده يا عم. يلا يا عريس يا عريس يا عريس الليله عريس يا عريس. لا ما تقربش. ليش؟ محترمه يا عم. طب ما هو لا بهزر. انا قلت لك محترمه ما تقربش مني خليك من بعيد. طب انت نو تاتش. طب يلا اتكل على الله. لا امشي انا اطلع بره. لا هو عايز عشان استنى. شوف ده طالع عيله في ايدينا هنا مو سهل شخ على المثال يعني في سهل. مالك؟ ايه؟ طب ما هو انا هنقعد تعالى نقعد. قلت لك شيل الماسك عشان عايز تشوف وشك. لازم تشوفك. لا مش هينفع. خلاص طب ماشي تعال يا عم ماشي. طب ماشي يا عم انا وهي بس اطلع بره بعد اذنك. يا غبي شخي لا انت هو يا عم تعمل حمام بس تعمل حمام. ماشي تعمل حمام. يلا يا عم حسن اطلع بره. ماشي يا بابا عايز ايه؟ لازم طب ما سمع معك نكتب اهو اها فين مين ده؟ لا دي واحدة هي اتكلمت ولا ايه ده لا عيب على الحرمه برضه. بس احمد طب على النبي كده اطلع بره اطلع مش شايف بره مهما يحصل البنات لازم تعملهم برقيه. يا ابني ده فورتيكا. واحده قالت ايه المشكله؟ حصل معجزه واتكلمت على ايدي كنت بس كده عامل الركه والحنان كده. دي واحده خلاص ما تقولش عليك خلاص عليك انا كلمات الشعب. طلعت لها الماسك صح؟ طلعت له الماسك
حقك علينا ما تزعلش مش مشكله. طب يا جدعان هلعوني طول يا عريس 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 يما يلا زعل يا عروسه يا عروسه يا انت عمال يبورك اللي بيكمل بس مش عارف ليه خليه يجيب وشه عندي. يلا ده هو بيطلع انت شفت وشه بيرفع الوش ده؟ يلا في مناخيره دي لسه سنه حطها كده بقى منظر وشه على حرام محروق دي برضه محروق يعني يا اسطى دي مش مناخير سايب حاجات كده وانت والله العظيم هتخاف. طب يا جدعان لو الفيديو عجبك ما تنساش انك انت تعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده ل 20000 لايك زي ما اتفقنا مع بعضينا في اول الفيديو، واشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انت عايز تتابع وتشوف كل الفيديوهات الجديده. هنبدا ان احنا نقفل الفيديو بتاعنا دلوقتي ونحاول ان احنا نجيبه بس ونراضيه لان احنا عارفين ان هو دلوقتي شكله زعل، واحنا قلنا ان احنا مش هنعمل مقالب تاني بحيث ان هو ما يزعلش. بس طبعا يا زي ما انتم عارفين ما ينفعش ما نعملش المقالب بتجري في دم الواحد، لازم الواحد يعمل اي نوش. تمام يلا نشوفكم في الفيديو الجاي وفيديو جديد. سلام.